رح بخسر أمي، ورح بخسر شاهين، رح بخسر كل العيلة مشان ضل عايش. في خلينا نقول في الهيبة في الجزء الأخير شو حنشوف في رمضان 2020؟ رح يكون في معنا بدرجة أساسية، عنا إشراف من الكاتب فؤاد حمير على مجموعة من الكتاب، عنا ضيوف مهمين ورح يحققوا إن شاء الله إضافة. كما عم شوف الأدوار كيف مكتوبة اللي هن ديما أندلفت وعادل كرم، فأتوقع أنه التتبيلة على الورق يلي بين إيدينا إن شاء الله حتعمل جزء كويس ولطيف. وهذا المسلسل بكل أجزائه قدر يحقق نجاح كبير في السنوات الماضية، وقصته كانت كلها مبنية في منطقة معينة في لبنان تحت اسم الهيبة. لكن هذه السنة لبنان يعيش أزمة كبيرة، فهل هذا الشيء بيأثر على تصوير العمل؟ سمعنا أن أول 10 أيام تقريبا حيكون التصوير في سوريا، هل هذا صحيح للهيبة؟ هذا الحقيقة يعني في تفكير بهذا الاتجاه، لأنه في بعض الأشياء مطلوب أنها هي تكون موجودة هناك، أو أنه ما بتحقق لك لبنان شرطة، فممكن يكون هناك. وبتعرف هلا الوضع شوي، نحن الله يفرج عن الجميع، لنشوف الأمور كيف. يعني على ما أعتقد هذا قرار إنتاجي، وين بالضبط وكيف نحن هلا يعني قاب قوسين أو أدنى من البداية. وشركة الإنتاج أيضا هي اللي تقرر كم جزء بيكون في هذا العمل. لهذا السبب الكل قاعد يتساءل إذا هذه هيبة رقم 4 الموسم الأخير أم بيكون في جزء 5 السنة القادمة. حالك نحن قعدنا نحن وفريق العمل ودرسنا الموقف، وأنا كنت واعد المشاهدين أني أنا سوف أتوقف بمكان ناجح بإذن الله. لهذا السبب نحن قررنا أنه نختم الموسم الرابع، نختم حالة الهيبة، ملحمة شعبية اللي اسمها الهيبة، وإن شاء الله من هلأ شغالين على ملحمة شعبية جديدة إن شاء الله منفاجئ الجمهور فيها ل 2021. شوقتنا إن شاء الله مع تيم حسن إن شاء الله. وبما أن صادق الصباح أكد لنا على انتهاء مسلسل الهيبة هذه السنة، إلا أن عادل كرم يلي بيكون مشارك في هذا الجزء ما كان عارف في هذه التفاصيل. هلا عادل في شغله كتير مهمه، انه انت حتكون بالهيبه باخر جزء له، مش بالضروره يكون آخر. لا اخر جزء. هلا حكينا مع تأكد لنا استاذ صادق وقالنا اخر جزء. اكد هيدا الشيء. مش عارف يعني. طيب هلا انت حتبلش من بيروت، شو دورك؟ الدور ما بصراحة ما كثير حابين يعني ينحكى عنه هلا. الدور كمان مش رح تشوفني أنا، رح تشوف حدا تاني، حدا في تناقض بالشخصية، ساعة بتحبه ساعة بتكرهه وساعة بتحس إنه يا ريت هلا بيموت. بعيد الشر. لا الشخصية عم نحكي مش أوكي. وبما أن عادل بيكون إضافة جديدة في هذا العمل، فهذا الشيء يعني أنه بيكون ضد شخصية جبل شيخ الجبل. طبيعة الحال اكيد. ما دام داخل جديد حتكون ضد جبل، حتقوس. طب هقول لك ناخدها بطريقه تانية، هنشوفك بشكل مختلف تماما عن اللي شفناك بيه قبل كده، ولا في تشابه بين الادوار؟ لا شخصية مختلفة تماما. وانا اكيد الفانز تبع جبل اللي بحبوا جبل انا بقلكن قبلينا منكم اكرهوني، ما في مشكله. عادل معروف عنك ان انت كريم وكرمك في كل مكان. طبعا عادل كرم. لهذا السبب ما قدرنا ننهي لقائنا مع عادل من دون ما يعطينا شيء اكسكلوسيف بس للترندينج. ادينا حاجه اكسكلوسيف ما راحتش في حته قبل كده، ومش هنقول ان احنا سمعناها منك. حدا شايفنا حدا؟ لا ولا حدا، بس احنا الثلاثه بس، نص الوطن العربي. ايوه يلا قول. عم بيسألوني إذا أنا زيدان، أنا مش زيدان. امال أنت مين؟ أنا نمر. نفهم من هذا التصريح أن عادل كرم وتيم حسن في المسلسل بيكونون أعداء.